بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس. المشوك، هذا الوصفة التقليدية الأصلية الجزائرية، يعني في كل عيد لازم نحضروها. اليوم راح نديرها لكم بطريقة سهلة، مقادير مضبوطة. راح يجيكم مشوك مشقق مرمل معسل يذوب في الفم البنات. وشوفوا مصداقية الوصفة. أنا الصورة راهي تعبر لكم وحدها. شوفوا البنات، راكم تشوفوا كيفاش مرمل. نروحوا الآن طريقة التحضير. عندي هنا 3 صفار بيض وبيضة كاملة. عندي هنا كاس غير ربع سكر رطب. ما نكثروش السكر البنات لخاطر راح نعسلوه. نزيدوا له 250 غرام مارغرين تكون طريه. رشه ملح، مغرفه متوسطه محمره بومبي لافاني، ونخلط مليح او ندي نضربهم مليح حتى تولي كريمه خفيفه بهذا الشكل. هنا نزيد لها كاس تاع كاوكاو. انا هنا الكاوكاو حمصته غير بدا يصفر برك نحيته، رحيته الرطب نحطه في العجينه، والحرش هذا راح نديروه من الفوق. قلت لكم نحطوا كاس كامل تاع كاوكاو مرحي رقيق، ونزيدوا له كاس تاع نشا. هنا عندي هنا 2 كيس من خميرة الحلويات، وزن 20 غرام، كل كيس فيه 10 غرام. وطبعا نلم بالفارينة. انتبهوا البنات، هنا كاينه نقطة مهمة باش يتشقق لكم المشوك تاعكم. لازم تبقى العجينة طرية خلاص، ما تيبسوهاش. شوفوا القوام تاعها كيما الزبدة. هنا نجي نشكل الكرات. انا درتهم 25 غرام. الكمية هذه ديرت لي 40 حبة وحبة صغيرة. كملوهم كامل بنفس الطريقة. من بعد نجيب بياض البيض، نحط له لافاني، نخلط مليح، ونرمد العجين أو نمرر بياض البيض في العجينة كما راكم تشوفوا. صفيها مليح، ومن بعد نرمدها في هذا الكاوكاو الأحرش. حاولوا ترمدوها مليح. من بعد نحطها في كيسات، ونجي ندير ثقب في الوسط، نغطس اللوز في بياض البيض ونرشق الداخل. شوفوا البنات، انا هنا كي بديت نرشق في اللوز حطيت شعلت الفرن يسخن على درجة 170، شاعل من فوق ومن تحت. الوقت اللي كملت فيه اللوز كامل رشقته في الحبات دخلته يطيب حتى يدي لي هذا اللون الأحمر. لازم تخليوه يحمر البنات من تحت من فوق. ومن بعد هو سخون نبدا نعسلو. كل حبة نحط لها مغرفة كبيرة تاع عسل كما راكم تشوفوا. راكم تشوفوا العلبة تاع العسل هذه الصغيرة البنات، انا درتها كامل. كي نكملوهم كامل نستنى كي يتشرب العسل هذاك اللي حطيته، نزيد نعاود نحط لهم كامل نص مغرفة. نعاود لكم البنات، قلت لكم الكمية هذه اللي درت 40 حبة، ديت لي علبة صغيرة تاع عسل. وخليوه يبرد على خاطره ويتشرب العسل هذاك. وها هو المشوك نتاعنا واجد مرمل مشقق ومعسل حتى للقلب. صحة فطوركم البنات. سلام.